هاي، اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم عن كيفية التعامل مع مكونات البني ادم. خليني في البداية اشرح لكم ان احنا كلنا ممكن نكون جزء واحد، ولكن تتعدد المسميات لهذا الكائن المخلوق. خلق دقيق جدا وخلق بواسطة الله. فلازم نفهم الشخص الذي خلق بواسطة الله ده ايه هو وايه هي مكوناته. احنا لازم نفهم كيفية التعامل مع هذا الشخص ده. المقصود به هو انا، مش الغير ابدا، ولكن من خلال انا نفهم ونقدر نستوعب ان في ناس تانية ممكن يكونوا انا، بس مش بنفس الشخصية ولا بنفس الأسلوب ولا بنفس المكونات الإيجابية. يعني في مكونات إيجابية وفي مكونات سلبية. زي مثلا ممكن نشرح إن في حالة وعي إيجابية وحالة وعي سلبية. فمن خلال حالة الوعي الإيجابية ممكن أكون أنا عندي وعي إيجابي، ولكن من خلال شخص آخر ممكن ما يكونش عنده نفس الوعي الإيجابي ويبقى عنده وعي سلبي. فمن خلال المكونات هنقدر نتفهم بعض الأمور اللي ممكن تكون فعلا مؤدية إلى تعرقل بعض الأشخاص. علشان ما اطولش عليكم، يلا ندخل في الموضوع على طول. أولا، مكونات البني آدم. البني آدم مكون من جسد، عقل، روح، نفس، ووعي. طبعا أنا هشرح كل بوينت منهم على حدة، ولكن ممكن يكون معظم البوينت تدخل في البوينتات التانية. بمعنى ان انا ممكن اشرح البوينت بتاعت الجسد او البادي شيب في نحتاجها في مكونات النفس ومكونات العقل ومكونات الوعي. فمش عاوزاكوا تخصصوا ابدا المكونات دي لكل شيء على حدة لوحده. هما اجزاء مش منفصلة، هما اجزاء متماسكة مترابطة. فعشان كده انا عاوزاكم تفهموا الترابط والتماسك من خلال المكونات دي وتمسكها وتداخلها في بعضها البعض. طبعا احنا كلنا عارفين ان الجسد يفنى، ولكن هناك بعض الامور التي لا تفنى في الجسد، مثل الروح مثلا، او حتى النفس، او حالة الوعي اللي كان عليها، فبالتالي عامل ايجابيات كتير قبل ما يموت، قبل ما يتوفى. فمن خلال حالة الوعي هو مذكور بسيرة حسنة، فبالتالي الشخص تحسوه من كتر تكرار الايجابيات اللي هو عاملها بعد الوفاة ما ماتش وما توفاش، هو بالعكس عايش. هنتعامل ازاي بقى مع الجسد ده؟ الجسد نوع من انواع الاجزاء اللي ليها علاقة بالبني ادم، فاحنا لازم نفهمها فهم صريح وفهم واضح، ونفهم ايه الرعاية اللي الجسد محتاجها علشان نقدر ندي للجسد ده التغذية والمرونة، وبالتالي نغذي العقل ونغذي النفس. فمن خلال تغذية الجسد نقدر ان احنا نغذي العقل والنفس، وبصراحة ممكن نغذي الوعي. فمن خلال تحرك عضلات الرجلين هنبتدي نروح للمكتبة، ومن خلال تحرك عضلات العينين والايدين هنبتدي نقرأ الكتب ويحصل لنا حالة ثقافة وحالة وعي. بس الرعاية بتاعة الجسد مختلفة تماما عن رعاية العقل ورعاية النفس. فبالتالي احنا محتاجين نفهم الجسد هيتم رعايته بأنهي طريقة علشان نقدر ان احنا نغذي باقي مكونات البني آدم. اول شيء لازم نضمن للجسد غذاء سليم يضمن صحته للحركة. بمعنى لو عندي اي نوع من انواع الالتهاب لازم اكون ماشي على دايت له علاقة بتخفيف الالتهاب وبالتالي تخفيف الالم، فبالتالي زيادة المرونة وزيادة الحركة. لو انا عندي مرض زي مرض السكر لازم يكون عندي نوع من انواع الدايت برضو امشي عليه، لان انا لو اهملت الجسد ههمل صحة عقلي وههمل صحة النفس، فبالتالي هدخل في دوامة من خلال تكرار المرض، او المرض هيجي عليا بتدخلات سلبية وهيبتدي يتدخل بتطور سلبي مش هيتطور ايجابي. فبالتالي ما بعملش انكماش للمرض، انا بديله نوع من انواع التوسع. فهنا لا هضمن للجسد الحماية ولا هضمن للعقل والنفس الرعاية. لازم اضمن للجسد الحركة علشان
يكون عندي نشاط، ابتدي يوم جديد وابتدي بصحة وبوعي. الحركة لازم لها يوجا او رياضة، جري في المكان، او حتى فلكسبيلتي، تمارين التمدد او تمارين المرونة. فالجسد ما ينفعش يفضل لمدة اسبوع ما حصلوش نوع من انواع الحركة، في خمول، في قاعدة على المكتب، في قاعدة على التليفون والايباد. ده هيدي للجسد نوع من انواع الخمول ونوع من انواع عدم الراحة فيما بعد هتظهر على شكل وهيئة امراض. لازم اضمن للجسد النظافة، ومن خلال ضمان النظافة للجسد هديله نوع من انواع الثقة. ريحة حلوة في الصيف، ملابس شتوية راقية، مش شرط ملابس باهظة الثمن، ولكن على الاقل تبقى راقية في عيوني ومن منظوري انا شخصيا. مهم جدا للجسد راحة تضمن للجسد قوة ووفرة في معرفة وقت العمل ومعرفة الأوقات اللي المفروض أنا ارتاح فيها. يبقى الأجازة للأجازة، ما ينفعش أتدخل وأشتغل فيها. أوقات العمل هي أوقات العمل وما ينفعش فيها راحة. فبالتالي أضمن للجسد وقت متكامل من العمل ووقت متكامل من الراحة. وطبعا العمل يضمن للجسد مسؤولية ومعرفة وقت الراحة، ده من خلال الأوقات المستقطع اللي باخدها في اليوم. في اليوم 8 ساعات شغل، أو في ناس 6 ساعات شغل، وده أريح طبعا للجهاز العصبي وللجسد. فمن خلال ال6 ساعات شغل دول يبقى في ساعة على الأقل منهم راحة أو بريك. ولو في 8 ساعات شغل، أو للأشخاص اللي عندهم يعني 8 ساعات شغل، محتاجين ساعة لساعة ونص أوقات راحة في اليوم. زي ما اديت للشغل حقه، ادي كمان للجسد حقه. الجسد محتاج توازن مع الطبيعة، يضمن له الشفاء والنقاء، ويضمن له الراحة البصرية وراحة البصيرة. ودي هنتكلم عنها ان شاء الله في الوعي، لاني مسمية الوعي هناك مسميات اخرى ليه، زي الرؤية والبصيرة والمرونة. هنتكلم فيها ان شاء الله في نقطة المرونة دي في البوينت بتاعت الوعي. محتاجة للجسد نوم لضمان التوازن للساعة البيولوجية، ما قلبش ليلي نهاري ولا قلب نهاري ليلي، لان الله سبحانه وتعالى قايل في القرآن، وطبعا ده قانون كوني: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اي لخبطة في القوانين تلخبط الجسد وتضمن عدم التوازن لهذا الجسد، يبقى في خلل في الجسد. فالساعة البيولوجية تتغير لان عملت اختلال اصلا في القوانين اللي الله سبحانه وتعالى حاططها، فانا ملعبش في قوانين الله سبحانه وتعالى، فاضمن للجسد بتاعي قوة اكبر. نقطة أو بوينت مهمة جدا في المنظور الديني ومن منظور الأخلاق ومن منظور بعض الفلسفات اللي ليها علاقة بالجسد، إن الجسد ليس ملكي، فهو جزء من أجزاء الأمانة اللي المفروض أنا أحتاج إليها. فبالتالي أنا أحتاج إليها، براعيها رعاية كاملة، رعاية تامة، علشان كده هو ليس ملكي، هو أمانة فقط. طبعا ده في منظور بعض الفلسفات وبعض انواع الديانات. علشان نقدر نلتزم بكل الكلام اللي انا قلته ده، محتاجين إرادة كاملة، محتاجين إرادة كاملة تامة، والتعامل بجدية مع هذا الجسد، لان زي ما قلت لكم الجسد أمانة وليس ملك. خلينا نفهم البوينت دي. ولو هو عاوزين تسألوا مثلا هو ملك مين، هو ملك الله سبحانه وتعالى، عشان نبقى فاهمين ان هو زي ما الله سبحانه وتعالى اداهولنا في احسن تقويم، لازم نديه لله في احسن تقويم. بمعنى ان احنا ما نستسلمش للمرض، ما نهلكش جسمنا على الفاضي، ما نديش للجسد وقت مستقطع، وقت راحة اكتر من اللازم، ما نتعبش الجسد في عدم راحته. نقلب الساعة البيولوجية بتاعت النوم. لازم نعمل توازن لكل الحاجات اللي انا قلتها. فالتوازن ده هيبقى محتاج إرادة كاملة علشان نقدر نوصل لجسد صحي سليم معافى ويتشافى ذاتيا. لحد هنا هيبقى الفيديو خلص. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لو حابين تتابعوا مقاطع الفيديو بتاعي مرة تانية، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات محتاجين تشوفوا ايه الفترة الجاية. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.